المدينة، وفي جمع من صحبته نشر النبي دعوته، وفي جمع من صحبته نشر النبي دعوته. يا رب بمحبته اكرمنا واهدينا، اكرمنا واهدينا. لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، لهجرة المصطفى رب العباد اصطفى، واختار ليه المدينة، اختار ليه المدينة. لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. سلام. أهلا وسهلا. الو. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أهلا، الله يخليك يا حبيبي. استاذ طارق. أهلا وسهلا بك يا حبيبي. مين معاك؟ جميل كبة من حلب. أهلا بك وأهلا بأهل حلب. الله يخليك يا استاذ. الله عليك يا حبيبي. الله يبارك فيك. إيه أخبار الفسق الحلبي؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. ربنا يبارك جميعا يا رب. أمرني يا حبيبي. لا ما يقدر. استاذ في عندي بنت عمرها 10 سنوات. ما شاء الله. الله يسلمك. فهي صورة طيب أناشيد الدينية. ما شاء الله. هي معك الحين؟ نعم استاذ. صحيح؟ صحيح نعم. تسمعنا شيء؟ ممكن. تفضل حبيبي. تفضلي. يلا استاذ يلا. يلا تفضلي يا حبيبتي. ايوه انا معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ السلام. ياسمين. اهلا ياسمين. في سنة كام يا ياسمين؟ الو؟ 10 سنوات. طيب حبيبتي هنا اتفضلي. خلي يدي فلست من أسراكي. والله ده فولكلور شامي جميل. كملي يا حبيبتي. أنا يا حياة وعلوت فوق علاك. لا تضربي قيدا على حريتي. لحظنا لمدرج الأفلاك. لا تضربي قيدا على حريتي. الله. لحظنا لك مدرج الأفلاك. سمن أنا حتى الخيال كل عدلك ويعي العقل عن إدراكي. أنا إن حبوت على تراكي فماذا قدري إن صنعت خطاكي. قلب الوجود أنا وزهر حقوله نفحا من شذاكي. الله عليك يا عليك ما شاء الله قوة إلا بالله. ياسمين خلي يبغى يسيب رقم التليفون في الكنترول، وإن شاء الله تعالى في أقرب فرصة بنعمل لك عمل جيد بإذن الله تعالى. خلاص؟ شكرا جزيلا لياسمين، شكرا جزيلا لحلب والسورية، ودائما التواصل الفن الجميل إن شاء الله تعالى، الفن الحقيقي، نغم الجميل بإذن الله. نرجع لأستاذنا الأستاذ مصطفى السبيلي، وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنا عايز بس أعلن عن الأستاذ مصطفى أحدث خبر حالينه عنه. قبل الحلقة ما تبدأ بحوالي 10 ثواني أستاذ مصطفى أعلن حرب على التدخين وبطل الدخان إن شاء الله بإذن الله. بمناسبة الهجرة النهاردة، فحب يبقى درس عملي للهجرة. إن شاء الله. أنا بإيدي واخد من علبة سيارة متكسرة. إن شاء الله بإذن الله. بقول لكم كلكم حي أستاذ مصطفى. الله يخليك. كتير من اللي قاعدين يمكن يكونوا مدخنين. ده مثل قدامكم في السن ده وفي الوقت ده بيسيب الكلام ده بإذن الله. فبنحييه كلنا. أو في عز شبابي أهو يعني. أنا مش قصدي السن ده يعني حبيبي. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبته وأن يبارك له. الأمر اللي وصاني وصية أنا بوصيكم إياها. ندعو كلنا لأم الأستاذ مصطفى السبيلي اللي ربنا يديها الصحة والعافية واللي يشفيها ويعافيها هي وجميع نساء المسلمين. آمين. رجال المسلمين. آمين. اللهم اشف مرضانا. آمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. آمين. اللهم اشف مرضانا. ارفع من كل الأدواء يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم ارفع عن كل الأدواء. آمين. اللهم ارفع كل الأدواء. آمين. بارهم يا رب بالشفاء العاجل. آمين. كرمهم ربنا بالشفاء العاجل. آمين. قص والدتنا الحبيبة أم صدفة بالشفاء العاجل. الله آمين. اللهم آمين. وصلى الله على محمد. الأمر الثاني أنا هو الأستاذ الدكتور سعيد البحيري
غاب عننا النهارده وهو مريض وبندعو له بالشفاء. لعل شايفنا دلوقتي، والله لك الشفاء العاجل. امين يا رب ان شاء الله. نرجع للشعر الاستاذ مصطفى، بس عايزه تشبع. ايه موضوع الطبليه بقى؟ الطبليه دي القصيده اللي فاتت اللي هي ما انولدش في البدايه الهشه دي كاتبها من زمان. كان الواحد يعني في ريعان شبابه وكان وانا ما زلت برضه يعني لا بشبابك احنا متفقين. لكن يعني كان فيها يعني نوع من الغرور اما طبعا الواحد في قرار انسان متواضع جدا ان شاء الله. ويعني كان بعد كده من خلال زي الطبليه بيقولوا اللي ما ترباش على طبليه ابوه او ما ترباش على طبليه ابوه. الله خد بالك. فانا عملت قصيده يعني اخذت من الامثال ومن الكلام الشعبيه وصرتها بطريقته والحمد لله ربنا وفقني فيها. يعني انا عايز اقول حاجه بقى. رساله للناس اللي بتقسو على الناس. يعني واحد رايح يتجوز يقول له تجيب سفره. حقيقي احنا بناكل قد ايه على السفره؟ بصراحه اعلنها صريحه. ايوه فضيحه يعني. 90% من الاسر المصريه بتحب تاكل على الارض. ايوه والسفره اللي موجوده ومحطوطه عباره عن مبلغ مدفوع. ايوه الطليه ليها مذاق خاص. جمع شمل الاسره المصريه والاسره العربيه والاسره المسلمه وضع غير طبيعي. والطعام ليه طعم. انا ما بكتبش غير على الطبليه ودي يعني دي اقسم بالله بكتب غير على الطبليه. باكل على الطبليه. وبعدين ايه الطبليه بيقولوا لي يعني طبليه ما حدش بياكل على الطبليه ازاي؟ لا الترابيزه بقى تيبل يعني طبليه وتيبل وحتى بالفرنساوي اسمها ليوبل. واخد بالك برضه طبليه مهما كبرت ومهما علي هي طبليه بس على هي نقطه اركاز بيجتمع حولها المعنى ان اللي بنجتمع عليه. يعني فين اجتماعاتنا وفين تعاوننا مع بعض ده المقصود. اتفضل. فانا بقول الاصاله في حياتنا شيء جميل طبعا، والاصيل هو اللي يحفظ مهما طال العمر لناس الجميل. يا سلام. واعترفنا بالجميل وفضل آية اللي ينكر فضل أهل الفضل لا اتعلم ولا شاف يوم مراية. الله. صاحبي قال لي الرك في التربية عالطبلية. كانت الطبلية تجمعنا وتطعمنا وتشبعنا ولو جوعنا بتتساوى مواجعنا ونرضع من أصابعنا مرار الصبر. يبقى الصبر أبرقنا ونروي بيه عطش رقنا. وضاعت بينا أو بيها كتير ضئنا لما ادينا ايدينا في يوم ولا جه يوم وبعنا فيه مبادئنا. عرفنا ان الألم نعمة. عرفنا ان الألم نعمة عشان بيولد الإحساس ومن غير الشعور تعمى القلوب والناس ما تبقاش ناس. كانت طبلية للتربية